هاي أول سفرة لإلنا سوا مع رفقاتنا من ألمانيا لإسبانيا. بلشنا من محطة القطار وتأخر علينا كالعادة. المهم إجا القطار وطلعنا والناس نايمة وآخدة كل المقاعد، يعني نحن نمشي فيه مثل لعبة المتاهة لنلاقي بس مقعد نقعد عليه. وأخيرا بعد ساعة وصلنا مطار فرانكفورت، قلنا يلا قربت، بس فجأة اكتشفنا أنه المطار بحجم مدينة كبيرة. نمشي يمين نمشي يسار، ندور على البوابة، نطلع على الشاشات بس لنعرف رقم الرحلة وين. وهون طلبنا قهوة لنصحصح لأنه النوم صار حلم. الله وكيلكم ما لحقت اشربها. قربنا من باب الطيارة فرجعنا الحماس، بس ليو كان أكتر حدا متحمس فينا. فتنا على هالطيارة وابني وزوجي احتلوا مكان الشباك وأنا قاعدة هيك بس بتفرج عليهم. وصلت لهي المرحلة وحسيت حالي إنه خلص فرطت، بس كان اللي بدي إياه إنه نام شوي. كانت شي الساعة 4:15 الصبح. مهم الطيارة أقلعت وقلبي بين إيدي، يعني زمان كتير ما طلعت بالطيارة فكنت خايفة شوي. المهم بس شفت البحر فوق حسيت للحظة أنه عن جد تركت التعب وراي. الحمد لله وصلنا بخير وسلامة بعد ما الطيارة رقصت فينا كتير بالجو. أخدنا شنطينا وركبنا باص للأوتيل، فالطريق أخد معنا شي ساعة ونص لوصلنا. المهم أنا هون عم أتفرج على الخضار والشمس والناس، يعني أنا الصراحة أغرمت بهاي المدينة، أغرمت. يعني أنا كان بهاي اللحظة نفسي أعيش هون على طول. حسيتك غير تماما عن جو ألمانيا. هون كنت عم حاول كمان أخد غفوة، بس يزن قرر إنه شو يمزح معي، لازم يفيقني كل شوي وما يخليني أنام وارتاح. وأخيرا وصلنا باب الأوتيل، شكله من برا عن جد بيجنن ومن جوا فخم فخم. قعدنا برا هيك نستكشف، نطلع على المحلات، نشوف العالم. بعدين اكتشفنا إنه أغلب السياح ألمان، وطول الوقت كنا عم نسمع ألماني مو إسباني. وأحلى شي عجبني بهذا الأوتيل إنه على الريسبشن ضيفونا واستقبلونا بعصير، بيعرفوا إنه بعد سفرة طويلة الواحد بحاجة يشرب شي يبل ريقه فيه. فقالوا لنا لازم نستنى شوي لنستلم الغرفة، لأنه الغرفة لسه بعدها ما جهزت، وكمان قعدنا نستنى رفقاتنا لأنه نحن وصلنا بكير كتير قبلهم. المهم بلشنا أنا وليو نلعب بيكابو، هو مبسوط وعارف وعم يضحك لأنه برات البيت ومبسوط بهالصياعة. المهم هون استلمنا الغرفة كتير نظيفة ومرتبة، وفي تخت صغير لليو، والإطلالة كانت على البحر والمسبح. فيا سلام على هيك جو ويا سلام على هيك إطلالة. ومن هون رسميا عن جد بلشت رحلتنا الحلوة.